الله، ايه الريحه الحلوه دي يا ولاد؟ تعمل ايه يا احمد؟ بعمل كبده اهو. جيت من الدرس لقيتك لسه ما عملتيش الغدا وبتغسلي، فقلت اما ادخل اعمل انا الغدا. تسلم ايدك يا احمد، ما تحرمش منك يا رب يا شوحنا حبيبي. الكبده اهوت، وبعدين اول ما الكبده اتشوحت حطينا البصل. اول ما جه يدبل حطينا الفلفل. ما شاء نقلب الله. معاه، بنجيب من فوق لتحت. ما شاء الله يا احمد، ما شاء الله عليك يا ابني. ما نوقفش تقليب عشان البتاع ما يتحرقش. ربنا ينجحك يا احمد يا رب. وايه رايكم يا جماعه ان الولد يساعد مامته في المطبخ؟ ايه رايكم في كده؟ مش عشان ولد يعني ما يخشش المطبخ ويساعد مامته، لا ده بيتهيألي انا شايفه ان الموضوع ده طبيعي. وبرضه انتوا ادوني رايكم في التعليقات. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيساعد زوجاته. وطبعا لما الولد يتعلم ان هو يساعد مامته في المطبخ، اكيد لما يتجوز هيساعد مراته وهيبقى واقف معاها ويشاركها الحياه مشاركه يا جماعه. ولازم نعلم ولادنا من صغرهم ان هم لازم يشاركوا في كل حاجه. ولما يلاقوا ماما مثلا مشغوله او تعبانه او كده، فما فيش اي مشكله ان هم يخشوا هم يوضبوا اي لقمه وكده. طبعا لما العيل يبقى من صغره متعود على الحاجه ديت، هتبقى بالنسبه له حاجه طبيعيه، مش هتبقى فيها حاجه يعني ويرمي حموله على غيره. فالدنيا مشاركه يا جماعه. وشوفوا هو بسم الله ما شاء الله، هو مقطع برضو الطماطم والتوابل اهي اهي. بسم الله ما شاء الله يا عليه، جماعه ربنا يحميه. اول ما الفلفل يجي يدبل نحط هو الطماطم. الفلفل بدأ يدبل اهو يا جماعه، هيحط الطماطم. ما شاء الله عليك يا احمد، ربنا يحميك ويحفظك يا ابني. شجعوا احمد يا جماعه وقولوا له شاطر، وقولوا له يعني ايه ان هو عمل حاجه كويسه. وربنا يخلي لكم ولادكم يا جماعه جميعا، ويهدلنا ولادنا جميعا يا جماعه. ما شاء الله عليك يا احمد، تسلم ايدك يا حبيبي. يلا يا احمد، هتعمل ايه تاني؟ بعد ما نحط التوابل ماشي يا حبيبي. نحط كمون وبابريكا وتوابل لحمه ما شاء الله عليك. وشطه وكزبره. وشوفوا انتم بقى لو بتحبوا انهي توابل وحطوها. والملح طبعا. وهنحط ملح. حطوا ملح على حسب الكبده اللي عندكم. احنا مثلا هنحط ايه، 3/4 معلقه. بس كفايه كفايه، تطلع شرش. كفايه. لا بس بسم الله ما شاء الله عليك يا احمد، تسلم ايدك. بصراحه الريحه، والله يا جماعه مش عشان يعني بجامله، لا والله الريحه تحفه تحفه تحفه. واحنا طبعا بنحب وعيالي بيحبوا البصل في الكبده كتير. بيبقى البصل بيبقى طعمه كده مكرمل وجميل كده، بياخد من طعم الكبده، يعني بتخليه طعمه جميل، احنا بنحبه كده. وتسلم ايدك يا احمد على كل حال يا ابني. وكتر خير اي بنت او اي ولد يحسوا بمامتهم ويساعدوها. وشكرا يا احمد. وقول للمشاهدين الف مليون سلامه. يلا قول لهم باي. يلا يا احمد، يلا مع الف مليون سلام. سلام سلام يا جماعه.